دي الحلقة التاسعة من سلسلة جامبل وباس، والحلقة التاسعة بعنوان الممل. وبنشوف جامبل وداروين طالعين للفسحة، وجامبل بيقول شوف يا ابن الطبيعة خلابه، وداروين بيقول بص كده على البت مولي، وبتبقى قاعده تتكلم مع ساره في موضوع تافه لدرجه انها بتسيح. وداروين بيقول انا ما بحبش اتكلم مع البت دي خالص لان مواضيعها كلها تافهه. وجامبل بيقول انا سمعت قبل كده انها لما بتتكلم مع حد الوقت بيقف، وبيتمشوا في الحوش وما بيبقوش مهتمين لحد. وتينا بتكون بترسم رسمه وبتقول لهم وقفوا، بس بيطنشوها لحد ما الدهان بيلزق في رجليهم. وتينا بتقول لهم انتوا بوظتوا الرسمه يا ولادي. وجامبل بيقول معلش يا عم كنا سامعينك. وتينا بتقول لهم تمام على الساعه 3 هتكونوا بتتسالوا بثلاث اسئله. وجامبل بيقول لها معلش يعني ايه برضه، وبتقول لهم يعني هتموتوا. وبيخشوا الحصه وبيبقوا خايفين من تينا. وجامبل بيقول له داروين تفتكر هيعمل ايه فينا؟ وداروين بيقول له مفيش غير حاجه واحده اكيد الجلاش. وبيقول له انا عندي فكره، احنا نروح الحمام وبعدها نجري على البيت ونحاول بقى ما نقربش لتينا تاني، ولا ايه رايك؟ وجامبل بيقول له رايي يا عم الجري نص الجدعنه، لو سمحت يا ميس عايزين نروح الحمام. وبتطلعهم وبيجوا عشان يجروا، بس بيخبطوا في جو بنانا وبيطيروا. وبعدها بيقابلوا مولي وبتتكلم معاهم. وجامبل بيقول يلا يا عم نمشي. وبيرجعوا وبيلاقوا جو بنانا وقع بالورق. وبيكتشفوا ان مولي لما حد بيتكلم معاها الوقت بيقف. وداروين بيقول له ده احنا كده عدينا قوانين الفيزياء. وبيفضلوا يعملوا مقالب في المدرسه كلها لحد ما الساعه بتيجي 3. وداروين بيقول يا نهار اسود احنا نسينا موضوع تينا. ولسه ما خلصش كلامه بيلاقيه طالع وبيقول لهم ده انا هفش تعالوا لي. وجامبل بيقول للمولي فطرت ايه النهارده؟ ولسه تينا هتتعشى الوقت بيقف. وجامبل بيقول لداروين لو مولي وقفت كلام احنا هنتنفخ. يا مولي وبعدها ايه اللي حصل؟ وداروين بيقول له وقت بلا حدود، يعني علنا نروح نتدرب كونج فو ونيجي نعلمه الادب. وجامبل بيقول له ما انت طلعت بتفكر اهو. وبيبداوا يتعلموا كونج فو لحد ما العضله بتطلع. وبيروحوا لتينا وبيقولوا لها جهزي نفسك يلا عشان هتنقرض النهارده. وبيدوا لها ضربه البعبع بس ما بتاثرش فيها. وبيطلعوا يجروا وبتقول ده انا هكسركم. وبيقابلوا مولي وجامبل بيقول لها اسمك ايه؟ ولسه ما خلصش كلام بيلاقي تينا دست عليهم ولسه هتموتهم. مولي بتتكلم والوقت بيقف. وجامبل بيقول لها جايه تتكلمي دلوقتي يا بنتي؟ وداروين بيقول له لو ركزنا مع كلامها الوقت هيشتغل ويرجع لطبيعته. وبيحاولوا يركزوا معاها وفعلا الوقت بيرجع لطبيعته. وتينا بترفع رجليها علشان تديها القضيه. جامبل بيقول لها احنا اسفين. وتينا بتقف وجامبل وداروين بيقول لها احنا غلطانين وبيتاسفوا لها. وتينا قلبه بيطيب وبيقول لهم انا هسيبكم المره دي بس علشان مولي. وبيمشي. والله ما اعرف تينا دي راجل ولا. وجامبل بيقول لمولي الحمد لله انه مشي، ده كان